السلام عليكم الأخوات ومرحبا بكم في قناتي عالم الصابرين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون الصحة ديالكم لاباس. فيديو جديد إن شاء الله غنشارك معكم كيكة طبقات ببيضة واحدة بمذاق البرتقال. كتجي خطيرة في المذاق بدون فلو، كتجي رائعة. كنتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم، وكيف ما العادة فرجة ممتعة. وغنبداو على بركة الله. في الإناء درت قبيصة ديال الملح مع ساشي ديال الفانيلا. غادي نزيد عليهم حبة ديال البيض، وكذلك غادي نزيد نصف كأس من سكر سنيدة. غادي نحركو مزيان هاد المكونات حتى كيتخلطوا عنا مزيان مزيان وكيدوب عندنا داك السكر. ضروري ما يبقاوش الحبيبات ديالو باينين. من بعد غادي نزيد نص كاس ديال الحليب اللي كيكون بدرجة حرارة الغرفة. غادي نزيد 4 كاس ديال الزيت، وغادي نخلطوا هاد المكونات جيدا حتى كيندمجوا عندنا. صافي غير كنتاكدوا انهم تخلطوا لينا مزيان. من بعد كنبداو كنضيفوا في النواشف. هنايا غادي نضيف الدقيق. بالنسبه لي انا درت 5 د المعالق كبار ديال الدقيق، عامرين مزيان مزيان، ولا ديروا كاس ونص ديال الدقيق. صافي غنزيد معاه كيس واحد من خميره الحلويات، وغادي نخلطوا المكونات كاملين. انا الدقيق راه عندي يعني معبور، داكشي علاش درت دقه واحده. نتوما غادي ديروا كاس ديال الدقيق، وبالنسبه لنص كاس كتضيفوه بالتدريج. صافي كيف شفتوا كنكتبوا رقم 8 كتكتب معانا. من بعد غناخذ المول اللي دهنته غير بالزيت. هاد المول الزجاجي راه ما كيسخش، يعني كندهنو انا غير بالزيت. الا كان عندكم مول يعني اللي واحد اخر فكدهنوه بالزيت وكترشوه بالدقيق. صافي غادي نكبوا الخليط ديالنا. صافي كنحاولوا نقادوا الخليط ديالنا، ومن بعد كناخذوا اي اداه هكا موس اولا فرشيطه وكنديروا بهذا الشكل هذا باش ما كتنفخش لينا الكيكه. كندخلوها الفران كطيب، راه ما كتاخذش وقت كتير. من بعد غادي نحضروا الكريمه. غادي نحتاجوا نصف لتر ديال الحليب. غنزيدوا معاها 3 د المعالق كبار ديال لا كريم باتيسير اللي يكونوا عامرين مزيان كيف شفتوا. وغادي نزيدوا كذلك السكر سنيده. غادي نضيفو حتى هو 3 د المعالق كبار اللي ما يكونوش عامرين مزيان باش ما تجيكمش هاد الطبقه حلوه بزاف. صافي وغادي نخلطو دائما على الناشف حتى كيتخلط لينا. كنديرو فوق البوطه على نار متوسطه مع التحريك حتى كيعقد عنا الخليط. وبالنسبه للكريمه ما كنوجدوها حتى كنخرجوا الكيكه من الفران. كيف شفتوا الكيكه من بعد ما خرجتها كتكون هشيشه، ما كنحتاجش انا نهائيا انني نسقيها، وكتجي واحد الطبقه اللي مسطحه. صافي هنا الكريمه من بعد ما عقدت ليا كنزيدوا ليها 5 ديال القطع ديال الشوكولاط الابيض. صافي وكان غير بديك السخونيه ديال الكريمه راه كتذوب لينا دغيا دغيا. كنحركو بسرعه باش ما كتجمدش لينا هاد الطبقه. صافي غير كنتاكدوا ان داك الشوكولاط داب. صافي مباشره كنديروه من فوق الكيك. بالنسبه للشوكولاط ممكن تعوضوه بواحد الياغورت اللي يكون ديال الجبن، او ممكن تعوضوه بقطع ديال الفرماج. كيبقى لكم الاختيار، انا كنفضل الشوكولاط. صافي من بعد هنايا كنكبوا ديك الطبقه ديال الكريمه دغيا دغيا باش ما كتجمدش لينا، وكنحاولوا نقادوا الطبقه ديال الكريمه باش كتجينا واحد الطبقه اللي مستويه. كنخليوها كتبرد هكا فوق سطح العمل، غير كتشد راسها ديك الطبقه. صافي كنحضروا الطبقه الاخيره. غادي نحتاجوا فيها كاس ونصف ديال عصير البرتقال اللي كيكون مصفى. غادي نحتاج معاهم كذلك 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. انا راه تصورت معايا غير معلقه واحده. كنزيدو كذلك ملعقه كبيره عامره مزيان تكون ديال لا كريم باتيسير او النشا اللي كان عندكم. صافي كنحركوهم مزيان مزيان، عاد كنديروهم فوق البوطه حتى كيعقد عندنا الخليط. هنا ممكن انكم تضيفوا النكهه ديال البرتقال الا كانت متوفره عندكم باش كتزيد هكا تعطيكم داك اللون، لون ومذاق. الا ما كانش تقدروا تستغناو عليها كيف ما درت انا. صافي كنكبوا ديك الطبقه كتكون هكا عاقده واحد شويه. كنكبوها من الوجه ديال الطبقه الثانيه اللي كتكون شدات راسها. صافي وكنقادوها ونسويوها دغيا دغيا باش هكا الطبقه هذه ما تجمدش لينا لانه دغيا كتشد راسها. صافي غادي نحاول نقادها ونسويها من الوجه ديالها. ومن الاحسن هاد الكيكه هادي دخلوها الثلاجه تبرد على خاطرها باش دوك الطبقات يشدوا راسهم ويتماسكوا، عاد قدموها. وهنايا الكيكه من بعد ما بردات وشدات راسها
كيف شفتوا غادي نقطعها هكا بالسكين. المهم بالنسبه للتقطاع كيبقى على حسابكم، داكشي اللي بغيتو. انا غادي نحاول نقطعها على حساب 9 ديال القطع اللي هما كبارين، وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، زينو باش ما بغيتو. صافي غادي نقدم معكم باش نوريكم الشكل ديالها من الداخل. انا زينتها غير بالشكلاط الابيض محكوك وقطع ديال البرتقال. واكيد كيف ما العاده غادي نقطع معكم واحد الموصو باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش كتجي. وكيف ما كيبان لكم في الفيديو كيجيو الطبقات شادين راسهم ومتماسكين، واخا ما كنديروش فيهم الفلو، كتجي واحد الكيكه اللي رائعه بزاف ولذيذه. الا جربتوها غادي تنال اعجابكم، كتجي خطيره في المذاق. الطبقه ديال الكيك كتجي خفيفه واخا ما كنسقيوهاش، الطبقه الثانيه حتى هي كتجي رائعه، والطبقه ديال البرتقال كتجي منعشه بزاف. فكنتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه ديالي وتدعموني بلي لايك. ومرحبا والف مرحبا بجميع التعليق ديالكم، ونتلاقاو فيديو اخر باذن الله تعالى، ومع السلامه.